اللمسيه اللي هي ناشئين برشلونه طلعت لعيبه كتيره جدا اساميهم فضلت منوره سنين طويله، وعشان كده معروف ان برشلونه عندها فعلا احسن نظام ناشئين في العالم. اللمسيه هو مكان سيلكتيف قوي، احسن اللعيبه بس اللي تقدر تخش. لكن في فرقه كده معينه هي اللي كانت فضلت مسمعه جدا في اللمسيه، هو اللعيبه مواليد 87 او الفرقه دي، لان الفرقه دي كان فيها لعيبه زي جيرارد بيكيه، سيسك فابريجاس، ليونيل ميسي. اكيد لما قلت لك ليونيل ميسي انت توقعت ان هو نجم الفرقه دي بقى، وده اللي كان الملك هناك. لكن ده مش حقيقي، كان في لعيب تاني هو الاهم في الفرقه دي، كان هو اللي بيلعب ضربات حره، هو كابتن الفرقه، هو المهاجم، هو الهداف، هو اللي كانت بتتبني عليه الفرقه. اللعيب ده هو فيكتور فاسكيز. فتعال احكي لك اللعيب ده قد ايه كان كويس وايه اللي حصل له. بس الاول اعمل لايك وشير عشان تساعد الحلقه توصل ناس اكتر. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. فيكتور فاسكيز ولعيبه داس عليها القطر. فيكتور فاسكيز اتولد في برشلونه، يعني بني ادم كتالاني من يومه الاول، ومن وهو صغير وهو كبر على حب برشلونه، وكان عنده حلمين بس في الحياه. الاول ان هو يلعب كوره، والتاني هو مكمل للاول ان هو يلعب كوره في برشلونه ويبقى واحد من اساطير النادي. وفيكتور فاسكيز بسبب موهبته الكبيره جدا فهو فعلا كان عنده الفرصه يحقق الحلم ده، وفي سن ال 11 سنه فعلا انضم لللمسيه في برشلونه وبقى واحد من اللعيبه اللي موجوده في نظام الناشئين بتاع برشلونه. واللمسيه عشان لو ما تعرفش فهي ماشيه بنظام المدارس الداخليه دي، اللي هو انت بتخش وبتعيش بقى، بتسكن هناك، ويعني بتعيش كوره من الاخر. فاللي بيخش هناك من هو صغير هو بيشرب كل حاجه ليها علاقه بالنادي، من اسلوب لعب بقى للثقافه بتاعه النادي لكل حاجه، وبيبقى فيه تركيز على كل لعيب ان هم يحسنوا احسن ما عنده. وده حتى بيبان لما تيجي تبص على اي وقت في الحياه على فرقه برشلونه، هتلاقي لعيبه كتيره فيها طالعه من الاكاديميه، عكس انديه تانية ممكن ما تلاقيش ولا لاعب اصلا من الاكاديميه بتاعتهم. واهتمام برشلونه بالاكاديميه كان فعلا عالي جدا، وده اللي طلع لهم اساطير كتير زي بيب جوارديولا، تشافي، انيستا، كارلوس بويول. ولحد ما جه الفريق بتاع 87 ده كله كان واثق ان هو ده الفريق اللي فيه اكبر عدد مواهب موجود تعدى على تاريخ اللمسيه. الفريق ده هو كسب اي بطوله ممكن اي فريق ناشئين في اي حته في الحياه يكسبها، وكانوا بيعملوا الكلام ده على 5 سنين على الاقل بشكل متوالي. كانوا بيخشوا الموسم كده يكسبوا كل البطولات بكل سهوله ويمشوا. الماتشات بالنسبه لهم كان اقل حاجه تخلص 10-0. في الدفاع كان هو قائد الدفاع جيرارد بيكيه، اكتر لعيب ناضج في الفرقه، وكانوا بيعتبروه ده اخوهم الكبير يعني من الاخر. ده غير كمان ان بيكيه كان اسمه مسمع من بدري، كله كان عارف ومستني ان في مدافع تقيل قوي جاي قدام. وفي نص الملعب واحد زي سيسك فابريجاس اللي من هو صغير ما اختلفش قوي عن هو كبير، نفس الحاجات اللي كان مميز فيها كان برضه طفره من اول يوم ليه في الناشئين، وهو ما اتعرف عنه البساط بتاعته الغريبه اللي بيعملها، توزيع لعب وتمريرات سحريه خرافيه من اي حته في الملعب. الواد من اول يوم وهو كان معروف ان ده مايسترو جاي في الطريق. وليونيل ميسي او اللي وقتها كان معروف باسم ليو بس كان ساعتها موجود في الفرقه، ده بقى النجم بتاعها الارجنتيني اللي عندوش اي مشكله ياخد الكوره يخش يرقص ال 11 لعيب عادي جدا. لكن اللي كان نجم بقى اكتر من ميسي وكان معروف بالنسبه لكل الناس وقتها، وكان هو الهداف زي ما قلت لك وحجر الاساس بتاع الفرقه، هو فيكتور فاسكيز. كان بيقدر يلعب على الاطراف يمين او شمال او حتى يلعب كمهاجم، رجله الاثنين كانوا زي بعض. فكره الويك فوت دي او القدم الضعيفه ما كانتش موجوده عنده. ده غير انه كان سريع قوي وهداف جدا كمان. من كتر ما كان مسمع الجيل ده كان متسمي على اسمه جيل فاسكيز. صعب تصدق ده فريق فيه ميسي وبكلمك عن واحد تاني بقول لك ده اللي كان نجم والكابتن وبتاع. اكيد الموضوع غريب، بس اسمع كلام سيسك فابريجاس نفسه عنه. في انترفيو مره كانوا بيسالوه عن ذكرياته في الفرقه وبتاع ومين احسن لعيب، اول ما اتسال راح قال لهم انا كنت احسن لعيب، وبعدين ضحك وبدا ان هو يتكلم قال كلنا كنا عارفين ان فيكتور فاسكيز هو احسن لعيب في الفرقه. كان دايما هو وميسي بيتنافسوا مع بعض، ده كان يسجل 4 في الماتش فالتاني يسجل 5. وبيكيه برده لما اتسال قال ميسي لما وصل كان معروف ان فيكتور فاسكيز هو احسن لاعب في الفرقه دي، كان هو القائد بتاعنا كمان. فايه بقى اللي حصل لاحسن لاعب في احسن جيل في تاريخ اللمسيه كلها؟ اول حاجه الاصابات. فيكتور فاسكيز من هو صغير والاصابات ضربته بدري جدا، وده بدا ياثر عليه بسرعه. من وهو صغير بدا يتاخد من مهاراته، سرعته بدات تقل، مهاراته قلت، كل الحاجات شويه بدات تنقص، لان الاصابات الكبير منها والصغير بدات ان هي تجيله ورا بعض. وده كمان جاله اكتر في الوقت اللي كان مهم جدا في حياته، وهو الوقت اللي كان المفروض يتصعد فيه الفريق الاول. فطبعا حصل له العكس ولقى نفسه بيتاخر في الفريق الثاني، وحته ان هو يتصعد عماله تبعد، لان في نفس الوقت كان اللعيبه اللي بتلعب معاه في الفرقه كانوا تصعدوا، ومنهم اللي بدا يخرج كمان برشلونه ويشق طريقه زي سيسك فابريجاس اللي كان طلع على ارسنال، زي جيرارد بيكيه اللي كان راح على مانشستر يونايتد، وميسي كان اتصعد وبيلعب وخلاص بقى معشوق الجماهير. كل ده ونجم الفرقه دي كان لسه موجود تحت في الناشئين او في الفريق الثاني. فمع الاصابات كمان فكره تاخيره في ان هو يتصعد بدا يشكل عليه ضغط كبير جدا. زي ما قلت لك اللعيبه دي كلها كانت معروفه من قبل ما يلعبوا فريق اول، فكله كان بدا يتساءل هو فين فيكتور فاسكيز. وحط كمان في دماغك الحته اللي قلت لك من شويه، موضوع المقارنه اللي بينه وبين ميسي. المقارنه دي بقت باينه للعالم كله، واحد لسه متساب تحت في الفريق الثاني ما تصعدش، والتاني بيلعب فريق اول ومكسر الدنيا ونجم، وكل العالم شاف موهبته وشاف مهاراته وبقى خلاص اسم من الاسامي الثقيله في العالم كله. فيكتور فاسكيز بينه وبين نفسه بقى حاسس ان هو لازم يتعافى بسرعه
بسرعه ولازم يرجع تاني زي ما كان ويلحق يتصعد عشان يفضل موجود تاني في الصوره. فكميه ضغط مفيش ناشئ في تاريخ برشلونه كلها اتحط عليه الضغط ده. وزود بقى على ده كمان بعد سنين من اللاشيء وموجود في الفريق التاني، في يوم في ماتش في فبراير 2009 فريق برشلونه التاني كان بيلعب قدام فريق فياريال التاني، وفيكتور فاسكيز كان بيلعب، اتصاب ساعتها في الماتش ده وكانت اصابه في ركبته واتقال له هتغيب 4 شهور. لكن الموضوع خد معاه وقت اطول من كده وفضلت 9 شهور، وفضل كمان بعدها بيحس بالالم. ولما الدنيا بدات تمشي معاه شويه كان في ديسمبر 2010 لما اتصعد اخيرا للفريق الاول، كان مع بيب جوارديولا في ماتش في دوري الابطال قدام روبن كازان. ساعتها نزل من على الدكه وسجل جونه الاول والوحيد في تاريخه مع برشلونه. وقتها حس ان الدنيا بدات تتحسن وحلمه بدا ان هو يقرب منه اكتر وخلاص بقى موجود في الفريق الاول. لكن ما كانش يعرف ان حلمه ده هينتهي بسرعه جدا في صيف 2011 لما كان خلاص عقده هيخلص وفريق برشلونه قرر ان هو مش هيجدد معاه. زي ما قلت لك في بدايته خالص وهو عيل صغير كان عنده حلمين، انه يبقى لعيب كوره وانه يبقى يلعب في برشلونه. فده اتدمر، فقرر ان هو يجري ورا حلمه ان هو يفضل لعيب كوره، وقرر ان هو يطلع بره اسبانيا خالص وراح على بلجيكا في كلوب بروج، وقرر ان هو يحاول تاني من هناك. وفعلا اشتغل معاهم بشكل كويس، بدا يظهر شويه حاجات من اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنها، شويه مهارات، شويه باصات، شويه حاجات كده تعرف الناس شويه ان فعلا اللعيب ده وارد يكون كان موهوب زمان واتاثر. وفي موسم 14 15 خد احسن لاعب في الدوري البلجيكي كله، كان معروف ان ده احسن صانع العاب في الدوري كده كده في السنين اللي لعبها. لعب مع كلوب بروج تقريبا 125 ماتش، سجل 25 جون. وفي الفتره اللي لعبها مع الفرقه كانت 4 سنين ظهر شويه بس ما وصلش لحاجه من اللي الناس كانت مستنياها منه. وعكس قصص كتيره زي دي هو ما كانش المذنب في قصته. ما ينفعش تحط فيكتور فاسكيز مع اللعيبه اللي بنتكلم عنها في اوقات ونقول اصل لعيب مش ملتزم، ما عندوش استعداد يموت نفسه على اللعب، ما عندوش استعداد يتعب. لا، فيكتور فاسكيز ما كانش كده، هو بس ما كانش محظوظ. الاصابات اللي جات له كانت كتيره جدا بشكل خارج عن ارادته وعن سيطرته، وده اللي خلاه يتاخر ويشوف نوع جديد من الضغط وهو ما يعرفوش كعيل صغير لسه. ومش كل الناس في السن ده ممكن تبقى مهيئه تتعامل مع ضغط نفسي بالشكل ده. ورغم كل ده برضه هو كان لعيب عنده عقليه سليمه، لان رغم كل الاحباطات دي هو فضل يحاول يجري ورا حلمه وهو انه يبقى لعيب كوره. بقى مدرك ومتصالح مع نفسه انه مش هيوصل لحاجه من اللي هو كان بيحلم بيها ولا اللي الناس كانت مستنياها له. فكر ان هو بس انا هفضل العب واتبسط. راح اماكن زي المكسيك وقطر وبلجيكا والدوري الامريكي كلهم بهدف واحد بس، انه يفضل بيلعب كوره ويفضل مبسوط. ودي الحاجه الوحيده اللي هو فعلا حققها في مسيرته. وبس كده، هو ده اللي حصل لفيكتور فاسكيز. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وبس سلام.